يا صباح الخير والتفاؤل والنشاط او مساء الخير والتفاؤل والنشاط، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في فيديو جديد. فيديو النهارده موجه لاخواتي اللي في ثانويه عامه. هجاوب على الاسئله اللي بتدور في دماغكم كلها. انا كنت واحده منكم في يوم من الايام، فحاسه انتم حاسين بايه دلوقتي. فيلا بقى بينا نشوف الفيديو ونجاوب على الاسئله اللي انا هقولها لكم. اول سؤال اللي هو هنعمل ايه في الفتره دي، وهل انا لو بدات من دلوقتي هلحق اخلص ولا لا. ومعلومات هتفرق معانا في الثانويه وهتفرق في نسبه تركيزنا وترفعه من نسبه 60 ل100%. وطبعا ده المعلومات والحاجات دي ممكن تنطبق على ايه، على الثانويه او مش الثانويه. يعني انا كواحده في الجامعه بستخدم المعلومات والحاجات اللي هقدمها لكم دي، وبصراحه بتفرق في نسبه مذاكرتي ونسبه انتاجيتي في المذاكره جدا. فيلا بينا بقى على الفيديو على طول. أول سؤال بيقابلنا اللي هو هنعمل ايه في الفترة دي. هنرجع من الدرس بتاعنا زي البشوات كده، نقرا الدرس قراية سريعة بفهم، وبعد ما نخلص قراية الدرس نحاول نحل افكار كتيرة قوي على الدرس ده اللي احنا اخدناه. الحل الكتير اولا بيجمع افكار كتيرة، وثانيا بيخليكم فاهمين ومتمكنين من الدرس كويس. واهم حاجه وانتم بتحلوا، لو مساله مثلا صعبه قابلتكم وانتوا بتحلوا، اوعوا تطنشوها وتنقلوا المساله اللي بعديها. لا، شوفوا الاجابه بتاعتها من كتاب الاجابات وحاولوا تحلوها مع نفسكم. ما عرفتوش روحوا اسالوا المدرس او المدرسه بتاعتكم على الاجابه بتاعتها، وخليهم يعني يفهمها لكم كده. اهم حاجه في الفتره دي ان احنا نخلص المناهج بتاعتنا عشان نسيب فتره كافيه قبل الامتحان ان احنا نراجع المناهج بتاعتنا. احنا عارفين المناهج يعني محتاجه يعني وقت تتراجع وكده. فاهم حاجه نخلص المناهج بتاعتنا باتقان كده، وحل عليها كويس، نحل عليها كويس وما نراكمش حاجات علينا. تمام، يعني نكون المدرس خلص المنهج نكون احنا مخلصين مع المنهج ومش مراكمين علينا حاجات. تمام، على قد ما نقدر طبعا. واهم حاجه في الفتره دي ما نشغلش نفسنا في القديم ونقعد نقول ده احنا نسينا القديم ونجيلنا يأس واحباط. دي اكتر حاجه بتقابل الثانويين، ان هم بيجيلهم في الفتره دي يأس واحباط واحنا نسينا القديم ومش هنلحق. ما تشغلش نفسكم بالحاجات دي خالص، بالعكس، بل ابدأوا بقى، خدوا الجديد حلوا عليه كويس في وقت، راجعوا على القديم واعملوا بالانس او توازن ما بين القديم والجديد وكده. فده اكتر حاجة يعني هتفيدكم في الفترة دي، ان انتوا تعملوا توازن ما بين القديم والجديد. ده حاجة كويسة جدا. طب وانا لو بدأت دلوقتي هلحق ولا لأ؟ السؤال ده بيتكرر كتير كتير قوي يعني، وسبب السؤال ده الضغط والخوف من البدء. هل انتوا هتلحقوا ولا مش هتلحقوا؟ بس انا عايزة اقول لكم ان انتوا لو بدأتوا من دلوقتي هتلحقوا تخلصوا المنهج وكمان تراجعوا. بس لازم تتكوا على نفسكم شوية. يعني ايه نتك على نفسنا؟ بصوا، احنا دلوقتي قدامنا ايا يكن من 3 ل4 شهور عايزين نخلص فيهم المنهج بأي شكل كان ونراجع كمان. فبدي إشارة لمخي إن الأيام اللي جاية دي أيام مذاكرة، فهنبدأ نضبط اليوم بتاعنا. أول حاجة لازم ننام كفاية، والنوم ده يفضل إن هو يكون في الليل يعني، ونصحى بدري على الفجرية كده. الوقت المذاكرة ده بيبقى سبحان الله فيه بركة فظيعة جدا، من الفجرية لحد الساعة 10 كده بتلاقوا الوقت ده جميل قوي المذاكرة. فنبدأ نصحى بدري ونفطر بقى ونصلي بسرعة يعني، وناخدش وقت في الفطار والصلاة، لا نصلي كده طبعا بطمأنينة ونفطر بسرعة كده، وبعدين نبدأ على طول مذاكرة على طول. ما نمسكش الموبايل ولا كل الكلام ده. أول 3 ونذاكر أول 3 ل4 ساعات في اليوم، نقعد نذاكرهم. تمام، ونذاكر بتركيز عالي، نركز قوي في المذاكرة. واحنا بنذاكر ما نكونش تفكيرنا رايح في حتة تانية خالص، لا نكون بنذاكر بتركيز. فهنفضل على النظام ده لغاية لما نخلص السنة. تمام. ونظام مذاكرتنا يفضل ان هو بطريقة البرومودورو، اللي هو 50 دقيقة 10 دقايق، 50 10 او 25 5. بس انا بفضل 50 10. ال50 دقيقة دي بتحاولوا تركزوا قوي في الفترة دي ان انتوا تتذاكروا، ما تتشتتوش باي حاجه تانية. وفي ال10 دقايق بتقوموا بقى، لا اما تتمشوا في الاوضه بتاعتكم شويه، لا اما تقوموا تشربوا كوبايه ميه، لا اما تعملوا حاجه تشربوها، لا اما تعملوا اي حاجه. تمام. هنفضل كده باقي السنه زي ما قلت لكم، وباذن الله هتلحقوا تخلصوا وتراجعوا. ابداوا انتوا بس، واستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وتوكلوا على الله وابداوا. انا اعرف ناس كتيره قوي بدات من شهر 2 وجابت مجموع كبير كمان. فابداوا انتوا وتوكلوا على الله، وربنا معاكم، وربنا بيدي لكل واحد على قد عمل اللي عليه ولا مش عمل. محدش يعرف ظروفك قبل كده، محدش يعرف ظروفكم قبل كده كانت تسمح ان انتوا تذاكروا ولا لا. فابدأوا واستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم وربنا معاكم. هي اخر حتة في الفيديو النهاردة اللي هو
معلومات هترفع نسبة تركيزنا. اول معلومة اللي هو امسحوا الابليكيشنز اللي انتوا بتضيعوا وقتكم عليها، دي اهم حاجة لازم نعملها في فترة الثانوية، او يعني في فترة انتوا عايزين فيها التركيز، بالذات في فترة الثانوية. فترة الثانوية دي كلها شهور او كلها ايام وخلاص هنمتحن وهنحقق اللي نفسنا فيه. فاحنا نضحي مثلا، احنا مثلا دلوقتي بنقعد على السوشيال ميديا 3 ساعات مثلا، انتوا اولى بالثلاث ساعات دول تقعدوا تراجعوا فيها حاجة، تحلوا فيها اكتر، تحلوا فيها اكتر وكده. فما تضيعوش وقتكم على الحاجات دي. خدوا خطوة مع نفسكم كده، اقعدوا مع نفسكم وقولوا لنفسكم احنا عايزين نفسنا في اللي احنا نفسنا فيه، نفسنا في كلية الطب، نفسنا في كلية الهندسة، كلية التربية، نفسنا في اي كلية. فانا لازم كشخص يعني اخد خطوه. فاول خطوه اخدها اللي هو همسح الابلكيشنز او المواقع اللي انا بقعد عليها كتير. مش هيبقى عندي الحاجات دي. هرجعها امتى؟ هرجعها لما اخلص ثانويتي. تاني معلومه اللي هي اعملوا على قدر استطاعتكم، وما تقعدوش تشغلوا افكاركم وتشتتوا افكاركم بحاجات اصلا مش تستحق ان انتوا تفكروا فيها. مثلا تقعدوا تقولوا لنفسكم ده انا مش هلحق اخلص، ده انا مش هعرف اجيب المجموع بتاع الكليه دي. ليه؟ ما تسوقوش الظن بربنا. ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل واحد على قد هو عمل اللي عليه ولا ما عملش اللي عليه. فدايما خدوا القاعده دي قدامكم. ده وكده يكون انتهى الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، سبسكرايب لو انتوا جداد معايا في القناه عشان تنضموا لعيلتي، وشير لاصحابكم واللي في ثانويه يعني حاسين ان هم يستفادوا من الفيديو. والى اللقاء احبتي في الله.